السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنقص طقم الفيرزاتشي اللي انتوا شايفينه في الصورة ده. احنا قصيناه قبل كده، بس قصينا الكورنيش قصير. ده الكورنيش من اول حافة السرير. احنا اللي قصيناه الكورنيش نازل شوية، يعني كورنيش عرضه 40 سنتي، والملاية هي اللي زيادة 20 سنتي، يعني بدل مترين، مترين وعشرين. النهارده اللي هنقصه الملاية مترين، والكورنيش 55 أو 54، اللي هو من أول ارتفاع السرير لحد الأرض، بعد ما يصفي بعد الخياطات والكرانيش يصفي 50 سنتي. في ناس بتعمله 50 وترجع تتنيه فبيصفي 45، بس أنا بلاقيه صغير. وهنعمل بقماش المصرية. المرة اللي فاتت عملناه بقماش قطن. الاختلاف بين القطن والمصرية في طريقة القص، علشان واحنا بنخيط نخيط في اتجاه البرسل عشان القماش ما يورورش معانا. المصرية دايما لما بنيجي نخيط في اتجاه القص العادي اللي هو ده، بتلاقي القماش بص ورور، لان في مطة كده خفيفة. واوقات بتبقى مطة كبيرة جدا، بتبقى عاملة زي كأنك ماسكة البانة كده. فبنخيط هنا في اتجاه البرسل. بصوا اتجاه البرسل ده مفهوش مطة، مفهوش اي حاجة. الكرانيش بتاعته بتطلع مسدولة كده وحلوة، حتى مش محتاجة مكوة. الصور اللي انتوا شايفينها دي الكرانيش مش مكوية من فوق، من عند الكرنشة مش مكوية، يعني الكورنيش نازل كده مسدول وشكله شيك. مش منعكش. يعني انا لو عملت الكرانيش من هنا من ناحية القص، بتلاقي الكرانيش منعكشة، مش مظبوطة خالص. وقبل كده برضو وريتكم فيديو بالكرانيش واحنا بنعملها في اتجاه البرسل اللي هو ده، او في اتجاه القص اللي هو ده. دي شكلها ايه ودي شكلها ايه. هشوف الرابط وهنزله لكم في صندوق الوصف عشان تشوفوا الفرق في الكرانيش بين دي وبين دي، وبرضو في التانية. فعشان تريحي نفسك وانتي بتخيطي، هوريكوا طريقة قص حلوة قوي قوي للمصرية، بحيث تريحك وانتي بتقفلي الطقم. يطلع شكله حلو وما ياخدش منك مجهود خالص. اول حاجة احنا بنحتاج للطقم ده 5 متر وربع، للسرير متر و60. لو سرير اكبر من متر و60، مثلا لو متر و80 بزود، باخد ال5 متر وربع وبشيل منها الملاية. انا كده قصيت الملاية اللي هي مترين. شلت الملاية مترين، وبصوا ربطتها من هنا لان انا لما جيت اقص الملاية لقيت الحتة دي هي اللي ظابطة معايا، يعني وانا بقص كده عدلة. اوقات لما بتيجي تقصي بيكون مثلا قص التاجر ملوح ولا حاجة، فانتي قصك مظبوط، فخدت الحتة المظبوطة وربطتها عشان اركب منها الكورنيش. الناحية التانية مش فارقة معايا مظبوطة او مش مظبوطة. ممكن اظبطها انا بالمقص لو هي مش مظبوطة، لان كده كده هتتني وهتبقى من ناحية الحيطة. ف... فتانية عادية يعني. انما اهم حاجة لازم تطلع مظبوطة هي الكورنيش، تركيب الكورنيش نفسه وتركيب الفيرزاتشي. دي كده الملاية خدناها من 5 متر وربع، اتبقى 3 متر وربع بالظبط. دلوقتي ال3 متر وربع اهم، هعمل فيهم ايه؟ مش همسك بقى حتة حتة واقصها، اقص الاكياس متر و60 والخداديات 55 والقصة دي، لا. انا باخد ال3 متر وربع زي ما هي كده على بعضيها، وبقوم قصة. اول حاجة طبعا هو لو التاجر مثلا ممكن يسيب لك 5 سنتي زيادة، ممكن انت تنقصي 5 سنتي زيادة من الملاية وتزوديها هنا. يعني قيسي القماش الاول، لان انا عايزة بالظبط 3 متر و30 سنتي، مش 3 متر وربع، على اساس ان الاكياس انا بعملها متر 65. في ناس بتعملها متر و60، يبقى متر و60 ومتر و60 3 متر و20 سنتي، يبقى 3 متر وربع. دي حلوة قوي بالنسبة لهم. انا بعملها متر 65، اما تضربيها في 2 هتبقى 3 متر و30 سنتي. فانا بوريكم بس طريقة القص ليكم انتوا، انما هل انا بقصها كده؟ لا، انا ما بقصش كده. انا بقص مثلا الكورنيش، عندي الكورنيش بتاع الملاية 4 سنتي، 4 متر الطول بتاع الكورنيش، يعني من عند الرجل للراس 4 متر، وبعد كده بتتكرنش. فانا بقص حتة على بعضيها 4 متر، بقوم شقة من عرضها الحتت اللي انا عايزاها. يعني انا بصوا عندي اهي بس ركنتها على اساس اوريكم طريقة القص. بصوا عندي حتت اهي، دي كلها مسقوقة. وبصوا في كرانيش اهي، وفي حتت اهي، بصوا اهي، ده كله مسقوق، لان انا المصرية كله بقصه بالشقة، يعني بالشقة من ناحية البرسل. فباجي اقص مثلا لو كورنيش لكورنيش الملاية بقص 4 متر، اخد منها الحتت اللي انا عايزاها. لو بقص ملاية 2 3. الكورنيش بتاع الخداديات 18 سنتي، كورنيش الخدادية الفيرزاتلي 18 سنتي، فباجي برضو من عند العرض هنا واقوم معلمة 18 سنتي واقص.
يبقى ال4 متر دي هتعمل لي طقم كامل ملاية كرانيش للخداديات، فبتبقى الدنيا اسهل شويه. انما لما بقص طقم فبوريكم انتوا لما تيجوا تقصوا طقم هتقصوه ازاي. هيتبقى معايا 3 متر وربع. باخد ايه من ال3 متر وربع؟ اول حاجه البرسل بشوفه هل فيه مهنه مش نضيف، فيه تخريمات، فيه اي حاجه مش حلوه، بقوم شقاها. البرسل ده نضيف، بصوا اهو مفهوش هنا ولا تخريمات ولا اي حاجه. باخد منه بس يعني ايه، بسيب مثلا حته كده اللي هي قيمه الشراشيب دي، وبقوم قصه منه 90 سنتي. 90 سنتي دي اللي هي الاكياس، اللي هو عرض الكيس. وما شدش كده، لان بصوا بيمط معايا شويه. اسيب القماش كده خالص، واقوم معلمه كده على 90 سنتي، واقوم معلمه بالمقص على 90 سنتي، واقص اشق، يعني اعمل كده اهي، واقوم شق. بيتشق معايا بكل سهوله. خدوا بالكم المصريه فيها انواع كتيره مش حلوه، يعني في نوع لما باجي بشق كده عامل زي المنديل الورق، وتيجي تمسكيه مثلا من هنا، بصوا تشدوا كده تلاقيه راح فزر من هنا. النوعيه دي لا، يعني انا بتقابلني بس بتفاداها، يعني بركنها، بيبقى في هدر كتير عندي. قبل كده توب بحاله جيت امسك البرسل من هنا بعمله كده، بصوا كده لقيته راح من هنا فزر. دي لا، دي القماشه دي حلوه. ومش شرط التوب كله، يعني ممكن مثلا انا قصيت قماشه حلوه اهي وطلعت كويسه، ممكن اجي اقص حته تاني من التوب الاقيها وحشه واقوم راكناها، لان المصريه بالذات الاتواب بتاعته مش متظبطه. يعني في قلب التوب نفسه بيجي حته حلوه في التوب وحته لا. يعني بصوا اهي مثلا دي خامتها طريه وحلوه، ونفس التوب بصوا جيت اقص الحته دي لقيتها، بصوا فيها ايه، فيها زي ديفو كده، وخامتها بتلمع وخشنه. بصوا يعني تحسوا انها بتزيق، بصوا الخامه بتلمع فيها لمعه. طبعا دي انا بركنها، ما بعملها قلابات، استخدمها في حاجه ما تبانش. القلابات بتبقى من جوه مش باينه، اكملني معايا التوب. فكده كده مش يعني مش بتاثر قوي. تاثر قوي لو حتت كبيره قوي اكتر من دي. ال3 متر وربع دي بقى همسكها كده بالنص، اللي انا قصيتها اللي هي 90 سنتي، همسكها كده بالنص واقوم قصاها. هتديني كيسين اهي. اساوي كده من عند البرسل واظبط كويس قوي، لان القماش بتاع المصريه يعني مش عايز تشدي جامد، لا، عايزه على قد ما تقدري. بصي يعني حتى وانا بقص هنا كده ما بشدش كده القماش وبقص، لا، بقص بالراحه، عشان لما اجي اتني، انا بتني المفروض من الحته دي، لما اجي اتني ما تتعبنيش التانيه. هاجي هنا هتني من هنا، دول الكيسين كده. الكيسين الكيس طوله بالظبط متر 65 او اقل من متر 65، حاجه بسيطه. ادي متر اهي، يعني 64. ده الكيسين. بقى كده انا قصيت الكيسين والملايه. نيجي بنفس طريقه القص اللي انا قصيتها في الاكياس، هقص باقي القماش. بس في حسبه كده، يعني احنا بنحسبها في القماش ده، في طريقه قص الطقم ده نسب معينه. يعني حتى بصوا انا كاتباها في ورقه ومعلقاها، لان انا قصيت من الطقم ده كتير، فقعدت احسب الاول هعملها ازاي. الخداديه بالذات، الخداديه المفروض الحته اللي في النص تبقى 37 سنتي، الحتت اللي في الجناب تبقى 20 سنتي، عشان تصفي معاكي بعد الخياطات. يبقى الخداديه ما تقلش عن 70. ده طول الخداديه، لان الشغل كله في طول الخداديه. الكرانيش بقى اللي هي بتاعت الخداديه نفسها 18 سنتي. بص بكتب الحاجات دي كلها في ورقه قبل ما اشتغل. لما جيت احسب لكم دي، بصوا حسبتها لكم ازاي. قعدت ارسم واخطط عشان احسب بالظبط عرض القماش هيكفي لي ازاي الكرانيش والخداديات والحاجات دي كلها، لان انا لفيت القماش عملت العرض طول. فعشان كده بقول لك احسبي الاول القماش قبل ما تقصيه. باجي هنا بعد ما خدت الاكياس اخد حتتين 55 سنتي او 54 سنتي، اللي هي الكرانيش بتاعه الملايه.
دي 54. انا بعمل الكورنيش طوله 4 متر، وهنا دي 54. خدوا بالكم ما بشدش القماش، يعني القماش فيه مطه خفيفه فما بشدش. دول القطتين دول 55 سم، واقوم شقاهم. شق المصريه سهل جدا عن شق القطن. شق القطن بتلاقيه ايه صعب كده وعايز حد يشده يشق معاكي، انما المصريه سهله خالص لان هي خامتها اطرى من القطن. هي ما تعتبرش قطن على فكره، بس كتير اللي يمسكها يقول قطن. ليه؟ لان ناعمه وتقيله. هو ده اللي الناس عايزه حاجه ناعمه، وعايزه حاجه تقيله، عايزه حاجه ما تخرطش، عايزه حاجه ما توبرش. كل الحاجات دي موجوده في المصريه الحلوه، لان في مصريه كتير سيئه. انا قصيت دي، ده الكورنيش 3 متر وربع. انا المفروض عايزه الكورنيش 4 متر، يبقى ناقص لي على الحته دي 75 سم. هاجي من الحته التانية اللي انا قصيتها دي هقص 75 سم اللي هي باقي الكورنيش. يبقى كده انا خلصت الملايه والاكياس والكورنيش بتاع الملايه. كده اللي باقي الخداديات، كده اللي باقي الخداديه بكرانيشها بكله اهي. دي كده هنشبكهم في بعض. ده كورنيش الملايه. طبعا كورنيش الملايه بنيجي من هنا من عند البرسل بنتني، بنعمل برم. طريقه سهله جدا هوريها لكم. من هنا بنكرنش. كل الحاجات دي ما بتاخدش منك حاجه خالص على المكنه. ليه؟ لان احنا قاصين صح، انما لو قاصين من هنا هتاخد منك وقت كتير جدا وما بتطلعش حلوه كمان. الحته اللي اتبقت دي بقى اللي هي 54 سم عرضها، هاخد منها ظهرين الخداديات. ظهر الخداديه 75. هاخد حتتين اللي هما الظهرين بتوع الخداديات، والباقي هقولك هنعمله ايه. ركزوا معايا في كل حاجه لاني عماله الف في القماش، لان انا عكست القص، فلازم تاخدي بالك من كل حاجه صغيره او كبيره عشان يطلع معاكي الطقم مظبوط زي ما انتوا شايفينه كده في الصوره بالظبط. دول الظهرين بتوع الخداديات. ناقصين القلبات بس هقول لكم هنجيبها ازاي. الحته دي كده طولها متر اهي. دي همسكها كده من ناحيه العرض اهي، وهقسمها على 3 اجزاء اللي هي الكرانيش بتاعه الخداديه. برضو كله هشقه، انا مش هقص حاجه خلاص تاني. بصوا عرضها المفروض 18 سم اهي، عرضها 18 سم. وبقوم معلمه كده من هنا ومن هنا، وبقوم شقه. قصوا صح وخياطته اسهل كمان. كل اللي متعقد من القماش المصريه لما يعمل بالطريقه اللي انا بعمل بيها دي هيبقى سهل جدا بالنسبه له. انا كده دول معايا 3 متر. هي المفروض الجنب بتاع الخداديه الواحد بياخد متر، يعني انا كده ناقصني جنب واحد في الخداديه دي. هركنها كده لما نشوف الجنب هنجيبه منين. بقيه القماش اهو. بقيه القماش عرضه كام؟ عرضه 45 سم. انا لما قصيت الخداديات 54 عملت حساب ان هنا ممكن يكون في تخريمات في البرسل، فبنشيلها من هنا ومن هنا، فما بيصفيش معايا القماش 240. عشان كده انا عملت حسابي ان انا ايه ما يجيش هنا يأثر معايا في الخداديه. انا هاجي من ال 45 سم دي ومقصه منها حتتين. يعني ممكن مثلا ايه تويمي القماش الاول تشوفي العرض بتاعه حلو ولا لا، بحيث الزياده يعني ال 5 سم الزياده دي انا مش عايزاها، انا كنت ممكن رميتها على الكيس. هقيس من هنا 55 سم حتتين اللي هما الحته اللي في النص بتاعه الخداديه اللي احنا قلنا 37 سم. هقيس منه حتتين الحته 54 سم عشان تبقى زيها زي القلبات والحتت اللي في الجناب. ادي اهي 54 او 55 سم دي حته، وادي الحته التانيه زيها بالظبط 54 سم او 55 سم. مش هتفرق لان انا كده كده انا عايزه الخداديه تبقى 50 سم. حلوه قوي. كل ما الخداديه كانت ملمومه كل ما الطقم كان احسن. يعني حتى لو الخداديه جديده فايبر جديد، مع الوقت بتلاقيه راح
هبط، فبتبقى الخداديه كده مبهوقه شكلها مش حلو. دول كده هخليهم دلوقتي. هاجي من هنا من ناحيه البرسل اللي هو فيه شراشيب ده، وهقص. انا هخلي دي كده، بصوا هسويهم كده مع بعض الاتنين مع بعض اهم. وهاجي من هنا من عند القص الشق اللي انا شقيته، وهقيس هقيس 37 سنتي بالظبط. هي دي اللي انا عايزاها، 37 او 38 يعني براحتي. ودي هشيلها، دي انا مش محتاجاها. دي الحته اللي في النص في الخداديه، اللي هي في نص الخداديه. طيب الباقي ده بقى هعمل فيه ايه؟ جناب الخداديه اللي هي جنب الحته اللي في النص دي، اللي هو اليمين والشمال، محتاجه له حتتين كل واحده 20 سنتي. يبقى انا هاخد من دي برضو حتتين 55 سنتي واشقهم من النص زي ما عملت في دي بالظبط، بس دي انا شلت منها الزياده، انما ده هشيل من النص. اهي حته 55 سنتي او 54 سنتي، ودي نفس الحكايه حته 54 سنتي. انا عايزه 4 حتت اللي هي في يمين وشمال الخداديه، 4 حتت، واقوم ماسكاهم كده الاتنين مع بعض، واقوم قايسه 20 سنتي، واقوم شقاها. ادي كده دول 2 و20 سنتي تاني، واقوم شقاها. دي اللي هرميها. ادي 4 حتت 20 سنتي، وادي الحته 37 سنتي، دول وش الخداديه. دول كده اللي هركب فيهم الكورنيش بينهم، يعني بين ال37 وبين ال20 هركب الكورنيش. دي كده هركنها مع الملايه. الحته دي بقى اعمل فيها ايه؟ انا اللي ناقصني دلوقتي القلابات، وناقصني بقى الكرانيش. طيب انا في القلابات لو جيت قسمت دي كده بالنص هتديني 55 سنتي اهي، او 54 سنتي. هي دي القلبتين اللي انا عايزاهم. طيب قبل ما اقيسهم وقبل ما اقصهم، هاخد الاول حته منها وهي طويله كده، هاخد حته 18 سنتي عشان اكمل الكرانيش، لان انا قلت لكم الكرانيش اللي معايا دي هتعمل 3 جنيه في الخداديه، ناقصني حته اهي. يبقى دي كده بقيه الكرانيش بتاعه الخداديه، برضو هركنهم مع بقيه مع الكرانيش بتاعه الملايه، وهشبكهم مع بعض. دي بقى اللي هي القلابه. بصوا القلابه كبيره ازاي وحلوه. هاجي القلابه كده اهو مقسمها بالنص بالظبط، طلعت القلابه 54 سنتي اهي، 54 سنتي. ممكن الحته دي اللي في القلابه اللي هي اللي فيها برصر مشرشر دي اشيلها، يبقى انا ايه اللي اتهدر معايا من القماش ده كله؟ هي الحته دي بس. انا كده قصيت بالظبط، مفيش حاجه اتبقت معايا نهائي ولا 5 سنتي حتى. دي الدهور هحطها كده مع القلابات، قصدي هحطها مع الدهور، وهمسك كده وش الخداديه اللي هي ال3 حتت كل خداديه، واقوم حطاهم كده واربطهم مع بعض عشان ما يتوهوش في الحاجه. يبقى كده انا خلصت قص الطقم. كل اللي هعمله على الاوفر قبل ما اقفل الطقم ان انا هشبك الكرانيش بتاعه الاكياس بتاعه الخداديات وبتاعه الملايه، وهقفل الاكياس. وبعد ما بخلص الطقم بعملهم اوفر تاني من جوه. كل ده هوريه لكم، بس مش في الحلقه دي، هوريه لكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. يا رب تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. واعذروني ان انا ما بقولش فيديوهات كتير، لاني مفيش حاجه بتقابلني جديده اقولها، وفي نفس الوقت انا قلت حاجات كتير قوي على القناه، يعني حاسه ان مفيش جديد، بس لما بلاقي حاجه جديده بقولها لكم. انتظروني بقى في فيديو التقفيل، هوريكم ازاي بنعمل الكرنشه والبرم بكل سهوله للطقم، وبنقفل ازاي وبنركب ازاي الفيرزاتشي. اهم حاجه تركيب الفيرزاتشي عشان ما يلوحش منك ويطلع مظبوط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.